يا مساء الفل. موقف مهم قوي حصل معايا من يومين وانا بشتري السنسور بتاع السكر من الشركه في التجمع. قابلت سيده معاها ابن عنده 11 سنه. عنده السكر برضو، ربنا يحميه يا رب ويخليه لها. ولقيت لقيتها يعني بتتكلم معايا بتقول لي انت عندك السكر بالك قد ايه؟ طب انت السنسور ده كويس معاك ولا لا؟ وبعدين قلت لها انا صيدلي اصلا وفاهم في الدواء وفاهم في المرض بتاعي وكده. فبدات تتكلم معايا، لقيت ابنها عنده مشاكل من ضمنها انه بيجيله بالليل هبوط حاد في السكر. فسالتها على الجرعات، لقيت الجرعات بتاعتها بتاعت ابنها ضعف الجرعات بتاعتي. قلت لها يا مدام، انا يعني انا اكبر من ابنك في السن واكبر منه في الحجم وما باخدش الجرعات دي. ازاي الجرعات دي بتاخديها؟ قالت الدكتور هو اللي محددها. قلت لها طب الدكتور مش قايل لك ان الدواء ده بيشتغل 5 ساعات والدواء التاني اللي هو التريسيبا بيشتغل 36 ساعه؟ فازاي تظبطي الاكل بناء على المده اللي الدواء بيشتغلها عشان ابنك ما يهبطش كل ساعتين تقيسي وتشوفي سكره قد ايه وتديله وجبه سناك او هكذا؟ فلقيت ان الست مش متعلمه يعني ايه مرض ابنها ويعني ايه الدواء اللي ابنها بياخده. ومن ضمن الحاجات الرئيسيه في علاج الامراض المزمنه دي ان الام والاب يبقوا فاهمين الدواء بيتاخد ازاي وايه اللي المفروض يعملوه عشان ابنهم ما يتعبش. فالابن رفيع جدا، امه خايفه يلعب اي رياضه، خايفه يلعب سباحه كوره عشان ما يهبطش. فالشاب ده او الطفل ده اللي عنده 11 12 سنه حياته بايظه، حياته واقفه. كل ده عشان الدكتور قص او كسل يشرح للام تعمل ايه بالظبط، وانها تتابع معاه كل شويه ويعلمها عشان تعلم ابنها. فابنها بدل ما يبقى عنده السكر وحياته متكتفه، لا يبقى مصاحب المرض بتاعه وحياته ماشيه عادي، بياكل اكل كويس، بيلعب مع اصحابه، مش متكتف ومحبوس يطلع لما يكبر عنده مشاكل صحيه ونفسيه كمان. فبالله عليكم، تعليم الاب والام او تعليم المريض ازاي يتعامل مع مرضه اوقات بيبقى اهم بكتير قوي من العلاج. اشوفكم على خير.